كان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر عباد الله بمزيد من الأعمال والطاعات، فمن ذلك إحياء الليل كله وشد المئزر، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل بل هو كناية عن الجد في العبادة والطاعة، ويحتمل أن يراد الأمران معا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. نعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهكذا كان في العشر الأخير من رمضان تفرغا للعبادة وإقبالا عليها، بل كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأخير من رمضان لينقطع عن الدنيا ومشاغلها ويتفرق لطلب ليلة القدر. ومن بعده عليه الصلاة والسلام سارت قوافل الصالحين المقربين على ذات السبيل تقف عند هذه العشر الغر وقفة جد وعزيمة، ترتشف من رحيقها وتنهل من معينها وترتوي من فضل نميرها وتعمل فيها ما لا تعمل في غيرها. هكذا كان السلف الصالح، هكذا كان الصالحون، هكذا كانوا تعظيما لهذه العشر الفاضلة، اجتهادا في الطاعة وانقطاعا لها في هذه الليالي المباركات.